في الفيديو بتاع النهارده انا هاخدكم خطوه بخطوه واقول لكم ازاي تعملوا اعلانات على الفيسبوك او على الانستجرام من الصفر، حتى لو انت عمرك ما عملت اي اعلان على فيسبوك ولا انستجرام او على منصه ميتا عموما على الاطلاق قبل كده، او حتى لو انت بتعمل اعلانات بس حاسس ان ممكن يكون في مشكله. فالنهارده باذن الله هناخد الموضوع مع بعض من الصفر حتى الاحتراف في الاعلانات المموله. يلا بينا. يا اهلا وسهلا، معاك اسلام صلاح. في القناه دي انا بساعد الخبراء ورواد الاعمال انهم يسوقوا ويبيعوا خبرتهم عبر الانترنت. فلو انت اول مره هنا تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد اول ما ينزل. طيب خلينا ما نضيعش وقت كتير ونبتدي كده نشوف ازاي ممكن نعمل الاعلان الممول بتاعنا. اول حاجه خالص قبل ما نبتدي نعمل الاعلانات لازم نشوف الاول هنعمل الاعلانات دي منين، وده اللي احنا بنعمله من خلال حاجه اسمها البيزنس مانجر او مدير الاعمال بتاعنا. عشان نعمل مدير الاعمال ده بتروح على جوجل وبتكتب بيزنس فيسبوك وهيطلع لك حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي بتعمله هنا ان انت بتدوس على كرييت اكونت. انا مش هعرف اخوض العمليه معاكم عشان انا بالفعل عامل الحسابات الاعلانيه بتاعتي، فمش هقدر ان انا اعمل بيزنس مانجرز اكتر من كده. لكن انت بتعمل اكونت عادي جدا بالايميل بتاعك وبيتبعت لك بعد كده رساله تاكيد على الميل، بعد كده بتعمل منها لوجن وتسجيل دخول عادي. مجرد ما انت بتسجل دخولك بتلاقي نفسك في حاجه اسمها البيزنس سويت، ودي بتكون حاجه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ومن هنا بتقدر تعمل حاجات كتير جدا، منها برضو ان انت بتشوف الانبوكس والرسائل اللي جايه لك على الصفحات بتاعتك، لان انت ممكن تربط صفحه الفيس وبرضو حسابك على الانستجرام بالبيزنس مانجر بتاعك. بس احنا ما يهمناش الشركه دي دلوقتي، احنا اللي يهمنا ان احنا نروح على البيزنس سيتنجز او اعدادات مدير الاعمال بتاعنا. فهندوس من تحت على سيتنجز وده هياخدنا على الاعدادات بتاعه البيزنس مانجر عندنا. بمجرد ما انت بتيجي على البيزنس سيتنج بتلاقي الموضوع عندك بالشكل ده، واول حاجه خالص بتنزل عليها هي حاجه اسمها بيبل دي اللي هو الناس او الفريق بتاعك. طبعا دي حلوه جدا لو انت عندك شركه وعايز تضيف الفريق بتاعك، او لو انت برضو فريلانسر والعميل بتاعك هو اللي هيضيفك في الفريق بتاعه، فهيعمل لك انفايت بيبل من هنا. فبيدوس على انفايت وبيدخل الايميل بتاعك اللي بيجي لك الانفيتيشن عليه، وبعد كده بتنضم للبيزنس مانجر بتاعه. طبعا بمجرد ما انت بتدوس على التيم ممبر او العضو اللي في الفريق بتاعك على بيبل من هنا بتلاقي حاجه اسمها اساين اسيتس، ودي الاسيتس اللي انت بتديها له. يعني انت عايز تديله بقى انهي اد اكونت، عايز تديله انهي صفحات، عايز تديله انهي بيكسل، وبتدي لنفسك برضو بالمناسبه اكسس من نفس الجزء ده. الحاجه اللي معانا بعد كده هي بيجز، ودي الصفحات اللي موجوده عندك. هنا انت بتلاقي كل الصفحات اللي ليك اكسس عليها في البيزنس مانجر. طبعا انت مش لازم هتلاقي نفس الشكل ده موجود عندك، احنا عشان عندنا صفحات لكل عملائنا فبتلاقي المنظر زي ما انتم شايفينه هنا كده. لكن انت لو انت لسه بادئ هتلاقي فيه صفحه واحده بس اللي موجوده. عشان تضيف صفحه تانية كل اللي انت بتعمله ان انت هتدوس على اد، وهتلاقي في عندك هنا اد بيج. هنا لو انت عايز عندك صفحه بالفعل فتقدر تدوس على اد بيج من هنا عشان تدخل اسم الصفحه بتاعتك، فهتطلع لك هنا وتقدر ان انت تضيفها. لو انت ادمن هتنضاف على طول، او كرييت نيو بيج لو انت عايز تبتدي تعمل صفحه جديده، او ريكويست اكسس تو ا بيج لو انت عايز مثلا انت عندك شركه وعايز عميلك يدي لك اكسس بتاع الصفحه بتاعته بحيث تقدر تشتغل على الصفحه بتاعته بتكون من غير ما تكون انت ادمن على الصفحه بالفعل، فتقدر تعمل تشتغل على الصفحه بتاعته من خلال ريكويست اكسس من هنا. الخيار الثاني اللي معانا هو اد اكونت، ودي الحسابات الاعلانيه اللي انت بتعمل عليها اعلانات بالفعل. نفس الفكره برضو، لما بتدوس فوق على اد هنا فهتلاقي في كرييت نيو اد اكونت لو انت عايز تعمل حساب اعلاني جديد، وفي اد اكونت بالفعل لو انت عندك حساب اعلاني شخصي انت كنت عامله قبل كده بس عايز تضيفه دلوقتي على البيزنس مانجر. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل الاي دي بتاعك من هنا، وهوريك تجيب الاي دي ده منين كمان شويه. ونفس الكلام برضو في ريكويست اكسس تو اد اكونت لو انت عايز تاخد اكسس او عايز تشتغل على حساب اعلاني من على البيزنس مانجر بتاع العميل. طيب نكمل نزول هنا هنلاقي في حاجه اسمها انستجرام اكونتس، ودي هتبقى مهمه جدا علشان تربط الانستجرام اكونت او حساب الانستجرام بتاعك على البيزنس مانجر. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس على اد هنا، وبعد كده بتدوس كونكت يور انستجرام اكونت، وبتدخل عادي اليوزر والباسورد بتاع الانستجرام وبتربطه على البيزنس مانجر. بعد كده هتلاقي واتساب اكونت، ودي حلوه جدا للناس اللي هي عايزه تشتغل على واتساب بيزنس، وانت بتعملها من خلال انت بتدوس على اد هنا وبتدخل رقم تليفون الواتساب بتاع البيزنس بتاعك، وبتضيف ساعتها رقم الواتساب على البيزنس مانجر عشان برضه لو ناس عايزه تبعت لك رسائل على الواتساب. نكمل نزول هنلاقي في حاجه اسمها داتا سورسز هنا، وهيبقى في عندنا حاجه اسمها بيكسل، والبيكسل ده موضوع كبير لوحده. هسيب لكم فيديو فوق عن ازاي تعمل الفيسبوك بيكسل بتاعك. بس انت البيكسل ده هو اللي بيتتبع الداتا بتاعت الناس اللي بتزور الموقع بتاعك. طبعا في بعض البيزنس مانجرز حصل لها شويه تحديثات فلغوا ان البيكسل يتم اضافته من هنا، وبيقول لك ان هو ريبليسد وذ داتا سيت كريشن. الداتا سيت دي اللي هي هتلاقوا موجوده هنا حاجه اسمها داتا سيتس. فانت مثلا بتسمي الداتا سيت بتاعتك دي اي حاجه وليكن كده مثلا، وتعمل كرييت، وبتدوس هنا على كونكتد
اسيتس وبعد كده اساين اسيتس عشان تحط اد اكونت على البيكسل بتاعك. دي مهمه جدا بس عشان الاد اكونت عندك يلقط الداتا من البيكسل ده. اخيرا وليس اخيرا عندنا هنا حاجه اسمها البيلينج اند بيمنتس، ودي اللي انت بتربط بيها وسيله الدفع بتاعتك على البيزنس مانجر عندك عشان تقدر تدفع فلوس الاعلانات. فبتيجي هنا بتروح على بيمنت ميثود وبتدخل هنا الاد، بتدوس على اد هنا وبتدخل الوسيله المناسبه بالنسبه لك اللي انت بتدفع بيها. طيب كده احنا خلصنا كل حاجه فيما يتعلق بالبيزنس مانجر. خلينا بقى نشوف نعمل الاعلان نفسه منين. عشان نعمل الاعلان هتدوس على اول تولز فوق، هتلاقي في حاجه اسمها ادز مانجر او الحساب الاعلاني بتاعك. لما بتدوس على الادز مانجر ده بياخدك على الحساب الاعلاني، ولما بتبص فوق بتلاقي اول حاجه خالص عندك في الشريط اللي فوق ده هتلاقي في عندك حاجه اسمها اي سي تي بتساوي رقم. الرقم ده هو الاد اكونت اي دي اللي احنا قلنا قبل كده ان هو موجود عندنا في البيزنس مانجر، اللي احنا قلنا ان احنا بندخله واحنا بنضيف الحساب الاعلاني. اول حاجه خالص انت هتلاقي لما بتبص عندك هنا ان انت هتلاقي حاجه اسمها كامبين وحاجه اسمها اد سيت وحاجه اسمها ادز، اللي هي الحمله الاعلانيه والمجموعه الاعلانيه والاعلان نفسه. اول حاجه انت لازم تفهمها ان انت بيكون في عندك 3 مستويات. اول مستوى خالص اللي هو الكامبين، ده الحمله الاعلانيه نفسها، ده الهدف بتاع البيزنس بتاعك. انت عايز ايه بالظبط من الاعلان؟ عايز اويرنس، عايز الناس تعرفك، عايز تفاعل، عايز الناس تزور الموقع، عايز تجمع بيانات العملاء المحتملين، عايز الناس تبعت لك رسائل، عايز الناس تشتري منك، عايز ايه بالظبط؟ فده اللي بيتم من خلال الكامبين. وده لما جيت تدوس هنا على كرييت ده اللي انت هتلاقيه موجود هنا زي ما انتم شايفين. طبعا انا هسيب لكم فيديو تاني بيشرح اهداف الحملات الاعلانيه دي بالتفصيل، لكن الخلاصه اللي عندنا ان اكتر اهداف احنا بنستعملها هي الليدز. لو انت بتجمع بيانات عملاء محتملين عشان تبيع حاجه غاليه وليكن مثلا عقارات، كورسات، تدريبات، استشارات، عربيات، كل ده بيتم من خلال ليدز. او سيلز لو انت بيزنس تجاره الكترونيه وبتبيع عندك على موقع الكتروني. الانجيجمنت في ناس بتستعملها عشان يستعملوا حمله الرسائل، لو حد هيبعت لهم رسائل ويبتدوا يتواصلوا مع بعض من خلال الرسائل. الاويرنس دي حلوه لو انت عندك بيزنس محلي وعايز الناس مثلا انت بتبيع حاجه في محل او كده وعايز تبعت الناس على المحل، فساعتها الاويرنس دي هتكون حلوه. او لو عندك عياده او ايا كان فساعتها الاويرنس هتكون مهمه في الحته دي. الاد سيت دي اللي بيتم من خلالها بقى الاستهداف، بنحدد الجمهور اللي احنا بنستهدفه والميزانيه والحاجات دي. واخيرا عندنا الادز اللي هو الاعلان اللي الناس بتشوفه. خلينا نعمل مع بعض حمله كده بشكل مبسط ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. لما بندوس هنا على كرييت وخلينا ناخد مثال مثلا حمله السيلز، بتبيع على موقع الكتروني على سبيل المثال، تختار سيلز من هنا وبعد كده بتدوس على كونتينيو. هو هنا بيقول لك انت عايز ادفانتج بلس شوبينج ولا عايز مانيوال سيلز كامبين. بيقول لك يعني ان انت عايز هو الفيسبوك او ميتا هي اللي تعمل لك الاعدادات بشكل اوتوماتيك ولا عايز تعملها انت بشكل مانيوال. طبعا انتوا بعد الفيديو ده هتبقوا محترفين، خلينا نعمل مع بعض الموضوع ده مانيوال لان ده بيديك سماحيه اكتر في ان انت تحط الاعدادات زي ما انت عايز. خليها مانيوال وبعد كده دوس على كونتينيو. اول حاجه عندنا فوق لازم نعملها هي ان احنا نسمي الكامبين بتاعتنا. وعايز اقول لكم دي من اكبر الاخطاء اللي انا بشوفها لما بدخل مع ناس استشارات او العملاء بتوعنا اللي بنشتغل معاهم، لما نيجي نبص على الحسابات الاعلانيه ونلاقي الحساب الاعلاني كله سيلز كامبين سيلز كامبين سيلز كامبين. طب انت هتعرف منين دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ فطبعا احنا بنسمي الموضوع ده بشكل مبسط جدا. بنسمي الحمله بتاعتنا مثلا سيلز وبنحط بعد كده الدوله اللي احنا بنستهدفها وليكن مثلا سعودي ارابيا. ومثلا لو دي حمله النيو يير فبنسمي دي حمله النيو يير، او لو حمله رمضان او لو حمله العيد بنسمي الحمله بتاعتنا حمله اعلانيه. فعشان تبقى عارف الحمله دي ايه بالظبط بتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها كاتيجوريز، ودي بتكون مهمه لو انت هتشغل الاعلان بتاعك في حاجه متعلقه بالاربع حاجات دول. لو انت الاعلان بتاعك خاص بالكريدت او لو انت فاينانسنج تقسيط بنوك قروض حاجات من دي فبتدوس على كريدت. في امبلويمنت لو انت مشغل اعلان توظيف، هاوسنج لو انت مشغل اعلان خاص بالعقارات، واخر حاجه الاعلانات الخاصه بالانتخابات فبتختار الحاجات دي. لو انت عملت الاعلان خاص بالبنود دي وما اخترتش الكاتيجوري ده ممكن يؤدي لتقييد الحساب الاعلاني بتاعك. طيب بننزل بعد كده بتلاقي في حاجه هنا اسمها اي بي تيست، ودي عباره عن اختبار. لو انت عايز الفيسبوك او ميتا تبتدي تعمل اختبار للاعلانات بتاعتك، لكن احنا ما بنعملش الموضوع ده، احنا بنعمل الموضوع ده بعد كده بشكل مانيوال بشكل يدوي. بعد كده هتلاقي في حاجه عندك اسمها ادفانتج كامبين بادجت، دي كان قبل كده اسمها كامبين بادجت اوبتمايزيشن، ودي عباره عن ان انت بتحط الميزانيه بتاعتك كلها في مستوى الحمله الاعلانيه، بحيث بعد كده لما انت يكون في عندك كذا اد سيت او كذا مجموعه اعلانيه وكل واحده انت بتختبر فيها حاجه معينه، بيبتدي ساعتها بقى متى تشوف ده انا والله عندي النتيجه في المجموعه الاعلانيه دي احسن من بقيه المجموعات الاعلانيه، فانا خلاص هحط الميزانيه بتاعتي في المجموعه الاعلانيه دي اكتر من الباقي. فبتبتدي هي
تحاول تعمل التحسين بقدر الامكان على مستوى الحمله الاعلانيه. دي بتكون حلوه جدا لو انت عندك ميزانيه محدده، انت عايز تصرف ميزانيه محدده وليكن مثلا $100 على الحمله الاعلانيه دي في اليوم، ومش عايز توجع دماغك وعايز تختبر جوه حاجات بقدر الامكان من غير بقى ما انت تبقى خايف ان الميزانيه اللي عندك اللي انت هتدفعها تبقى اكتر من الحد المسموح ليك، فساعتها ممكن تحط الميزانيه عندك في الكامبين وتنسى الموضوع ده خالص. شخصيا مش بحب ان انا اشغلها خصوصا لما بكون لسه بعمل تيست او اختبار، بس ده بشرط زي ما قلت كده ان الميزانيه عندك تكون مفتوحه شويه، يعني انت مش قلقان ان انت مثلا تصرف 10% او 20% زياده من الميزانيه، خصوصا لما انت تكون لسه بتعمل اختبارات. فلو انت لغيتها من هنا هتلاقي ان الميزانيه عندك بقت موجوده في الاد سيت عشان ما تتلخبطش. انا عن نفسي بحب وانا بعمل اختبارات ان انا احط الميزانيه عندي في الاد سيت، يعني بقفل الادفانتج كامبين بادجت، والادفانتج كامبين بادجت انا بشغلها في حاله واحده بس، اللي هي لما بكون بعمل حمله اعاده استهداف. اعاده الاستهداف دي اللي هي ان انت في عندك مجموعه من الناس تفاعلوا مع الاعلان او زاروا الموقع بتاعك او شافوا الفيديو بتاعك او بعتوا لك رساله، فبتحط ميزانيه لا تتعدى 10% من ميزانيتك الكليه للناس دي بس، وبتشغل ساعتها الادفانتج كامبين بادجت. هسيب لك فيديو تاني بيشرح موضوع اعاده الاستهداف ده ومركز على الاستهدافات تحديدا، عشان موضوع الاستهدافات ده موضوع حساس جدا وكان لازم له فيديو منفصل، فهسيب لك فيديو تاني روح شوف. قبل ما نكمل يا جماعه حبيت اقول لكم ان احنا عندنا خدمه اداره الحملات الاعلانيه. لو انت حاسس ان الكلام اللي احنا بنقوله ده معقد وعايز تيم من الخبراء هو اللي يدير لك الحملات الاعلانيه الخاصه بيك، تيم ادار اكتر من 26 مليون دولار بشكل ناجح للعملاء بتوعه في اكتر من 53 دوله مختلفه. دي عينه بسيطه منها، هتلاقي هنا صارفين فوق $300,000 وجاي لنا مليون و200، هنا صارفين 16 وجاي لنا 650,000، هنا صارفين 200 جاي لنا 800 وغيره وغيره وغيره. لو انت عايز تشوف امكانيه العمل سويا عشان تكون قصه نجاح زي العملاء دول، كل اللي عليك تعمله هتلاقي في لينك تحت الفيديو سايبه لك، املى الاستماره دي بس عشان نفهم البيزنس بتاعك بيدور ازاي. بس الشرط الوحيد ان انت تكون بتصرف ما لا يقل عن $3000 في الشهر في الاعلانات المموله. فلو انت كده املى الاستماره دي وهنشوف امكانيه ان احنا نقدر نساعدك ننقل البيزنس بتاعك ده نقله ثانيه. فاحنا هنسيب دي مقفوله دلوقتي وخلينا ننزل بعد كده على الاد سيت او المجموعه الاعلانيه. طبعا الاد سيت زي ما انتم شايفين هو بيقول لك انت عايز تبيع من خلال ايه، هل انت هتبيع من خلال ويب سايت ولا ابلكيشن ولا ويب سايت وابلكيشن ولا من خلال المسجات ولا من خلال المكالمات. اللي بتكون شائعه جدا معانا هنا في حاله كامبين السيلز هي الويب سايت، او لو انت بتبيع من خلال مسجات فهتختار هنا المسجنج ابس، ده لو انت عايز الناس تيجي تشتري منك من خلال حملات الرسائل، بس ساعتها هتكون حمله الرسائل عندك اغلى من حمله الانجيجمنت. فانت هنا لو انت بتبيع من خلال رسائل اعمل تيست واعمل اختبار ما بين هل انت بتبيع يا ترى حمله السيلز جايبه لك نتائج اكتر ولا حمله الانجيجمنت. خلي بالك برضو هنا ان انت لو انت شغال على حمله رسائل فهتلاقي البيكسل عندك اوبشنال. البيكسل ده زي ما قلنا اللي هو الناس لما بتزور عندك الموقع وده اللي بيتعلم وبيحسن البيانات عندك جدا، فالاوبشن ده او الخيار ده هيكون حلو جدا لو انت عندك موقع الكتروني وفي نفس الوقت عايز تبيع من خلال حمله رسائل وعايز تستغل الداتا بتاعت الناس اللي زارت الموقع في ان انت تحسن المبيعات من خلال حمله الرسائل، فساعتها هيكون الخيار ده حلو جدا. لكن لو انت ما عندكش موقع الكتروني بتبيع من حمله رسائل يستحسن تجرب ساعتها وتشوف انهي الاحسن وانهي الارخص وانهي اللي بيجيب لك نتائج احسن. خلينا دلوقتي نعمل الحمله بتاعتنا من خلال الويب سايت، وهنا ساعتها لازم هيكون البيكسل عندك موجود، فتختار عندك البيكسل بتاعك وهتلاقي في عندك هنا في حاجه اسمها كونفرجن ايفنت. كونفرجن ايفنت ده اللي هو انت عايز ايه اللي يتم بالظبط، انت عايز ايه الهدف ايه من الحمله دي، هل انت عايز الناس تشوف المحتوى بتاعك ولا عايز الناس تضيف للعربه ولا عايز الناس تشتري. فطبعا هنا احنا بنحط الهدف الاسمى بتاعنا اللي هو عمليه الشراء. طبعا هيطلع لك هنا الرساله اللي انتوا شايفينها دي عشان ده حساب اعلان انا مش شغال عليه، وهنا بيقول لك ان البيكسل ده ما استقبلش احداث خالص او ما استقبلش زوار في ال 14 يوم اللي جايين، فبينبهك يعني. فزي ما احنا هتسيب عادي جدا البيكسل زي ما هو ما تجيش ناحيته وهتكمل الاعلان بتاعك عادي جدا بدون اي خوف. في فوق عندك حاجه اسمها بيرفورمانس جول، دي ما تجيش ناحيتها، بس دي بتقول لك انت ايه بالظبط اللي انت بتعمله، انت عايز الهدف ايه بالظبط من الاعلان بتاعك، هل انت عايز الماكسيمم نمبر اوف كونفرجن اللي هو اقصى عدد من المبيعات، فهتقول له وده اللي احنا عايزينه بالفعل. هنا بيقول لك لو انت عايز اقصى عدد من ان الناس تزور صفحه الهبوط او ان الناس تدوس على اللينكات اللي في الاعلان او ان الناس تشوف الاعلان، طبعا احنا ما يهمناش كل ده، احنا اللي يهمنا هو ان الناس تشتري، فهنخليها الماكسيمم نمبر اوف كونفرجنز. طبعا لما البيكسل عندك يكون عدى عليه بيانات كتير قوي وعدى عليه عمليات شراء كتير قوي هيتفتح لك الخيار الثاني اللي هو الماكسيمم فاليو اوف كونفرجن، اللي هو انت بتقول له مثلا انا عايز ادفع دولار يجي لي $3، فده اللي هو الماكسيمم فاليو اوف كونفرجن. بس دي مش بتتفتح لك غير لما انت بتكون صرفت فلوس كتير جدا وخلاص بقت عندك في تحسين بقى ممتاز عندك في الحساب الاعلاني. بتنزل بعد كده
كده بتلاقي في حاجه اسمها اتريبيوشن سيتنج، والاتريبيوشن سيتنج دي اللي هو من الاخر كده الناس تفاعلت مع الاعلان وما اشتروش النهارده. انا مثلا جيت فتحت الاعلان وفضلت يومين افكر وبتاع، وبعد كده بعد 3 ايام اشتريت. فدي الاتريبيوشن سيتنج اللي هو بقى عمليه الشراء دي هتتحسب للاعلان ولا مش هتتحسب. فلو جيت تبص هنا هتلاقي فيه الكليك ثرو، يعني مثلا انا دلوقتي ضغطت على الاعلان واشتريت من اول يوم لحد 7 ايام، فعمليه الشراء دي هتتحسب للحساب الاعلاني طول ما هي في مده ال7 ايام. لو انا اشتريت في اليوم الثامن مع اني كنت شايف الاعلان مش هتتحسب. هنسيب الاعدادات دي زي ما هي كده، مش هنيجي ناحيتها، مش لازم نكلكع الدنيا. هتيجي بعد كده تلاقي في حاجه اسمها دايناميك كرييتيف. دايناميك كرييتيف دي اوبشن او خيار ادفانسد شويه ومتقدم شويه. فكرته كلها ان انت لو انت في عندك كرييتيفز، وكرييتيف دي لما بنقول كرييتيف دي معناها صور وفيديوهات كتير انت بتشتغل بيها. فلو انت عندك صور وفيديوهات كتير قوي عايز تختبرها، بتدوس على الدايناميك كرييتيف دي، ودي بتسمح لك بعد كده لما بنيجي نعمل الاعلان ان انت تضيف صور وفيديوهات كتير. خلينا نلغيها دلوقتي عشان ما نكلكعش الدنيا ونخلي الموضوع بسيط. بتنزل هنا زي ما انتم شايفين بتلاقي الميزانيه موجوده هنا في الاد سيت او المجموعه الاعلانيه، لان احنا زي ما قلنا احنا لغيناها في الكامبين فبقت موجوده عندنا في الاد سيت. طب اسلام احط ميزانيه قد ايه؟ في فيديو انا كنت بتكلم فيه باستفاضه عن افضل ميزانيه او تحديد الميزانيه للحمله الاعلانيه بتاعتك، بس الموضوع بكل بساطه خالص لو هنتكلم بالبلد يعني حط الميزانيه اللي هي ما تزعلكش لو خسرتها، وما تقلش عن من 10 ل 20 دولار لكل مجموعه اعلانيه في اليوم. فده كده لو احنا لو هنحط قاعده اند دي انت بتعلم عليها لو انت عايز الحمله تفصل في وقت معين، انت مش عايز الحمله تفضل شغاله لما لا نهايه، او لو انت مثلا عارف انت عامل ايفنت مثلا، او لو انت عامل كامبين عرض مثلا للبلاك فرايداي او عرض رمضان وعايز ان الحمله دي تقف مثلا في اول يوم العيد، فهتيجي هنا تختار اول يوم العيد من هنا وبكده الحمله هتقف لوحدها او الاد سيت دي. طيب نيجي بعد كده على حاجه اسمها الاودينس كنترول، وهنا يا جماعه الجزء ده هتلاقوا ان هو شكله مختلف شويه، ممكن يكون عند ناس كده وعند ناس لا، فهنحاول نغطي الناحيتين هنا في الفيديو ده. اول حاجه خالص الاودينس كنترول دي اللي هو اللوكيشن او الناس هتشوف عندك الاعلان ده فين. لو انت دوست هنا على شو مور اوبشنز هيطلع لك هنا الشكل الجديد ده اللي انتوا شايفينه، هيقول لك طبعا عمر الناس اللي هيشوفوا الاعلان، وعندك هنا اللوكيشن بتاع مكان الناس اللي هيشوفوا الاعلان. فطبعا زي ما باين من الاسم انا هنا هختار الدوله اللي انا ببيع فيها، يعني ما ينفعش مثلا انا اكون ببيع في السعوديه بس او الامارات بس او مصر بس واختار من هنا يونايتد كينجدوم. فطبعا احنا قايلين من فوق ان احنا عاملين الحمله بتاعتنا دي في السعوديه، فهشيل انا اليونايتد كينجدوم وهكتب هنا سعودي ارابيا. لو كتبتها برضو بالعربي هتشتغل بالمناسبه، يعني لو انت كتبت الامارات اهو هتلاقي في تحت دوله الامارات عادي جدا، بس خلينا نمسح دي دلوقتي. طبعا لو انت بتبيع بقى منتجات رقميه كورسات، لو انا بسوق لخدمات الشركه بتاعتي فان انا بحطها في كل الدول اللي هي ممكن عادي، لان انا بقدم خدمه ديجيتال فانا مش محدد بمكان معين. لكن لو انت بتبيع منتج ومحدد بمكان التوصيل وكده فساعتها هتحدد الدوله اللي هتشتري منك عادي. بعد كده هتلاقي المينيمم ايج او عمر الناس اللي هتشتري منك، واللغه بتاعه الناس اللي هتبتدي تتعامل معاك. لو انت مثلا بتستهدف دوله معينه الدوله دي فيها كذا حد بيتكلم كذا لغه، فتبتدي تختار من هنا اللغه بتاعه الناس بس اللي انت عايزهم يشوفوا الاعلان بتاعك. على سبيل المثال مثلا انت برضو في السعوديه فيها ناس كتير مغتربين، فممكن تيجي هنا وتكتب عربيك، او ممكن تيجي برضو تكتب انجلش لو انت عايز الناس اللي هم بيتكلموا عربي وانجليزي يكونوا مثلا مثقفين شويه. بس كده كده انا برضو ما بلعبش فيها قوي، لان كده كده لغه الاعلان بتاعي نفسه هي اللي بتحدد مين اللي هيشوف الاعلان بتاعي، لان انا كده كده هكتب اعلان بالعربي، فحتى لو في ناس اجانب شافوه مش هيتفاعلوا معاه فمش هيظهر لاجانب تاني. ميتا بقت بالقوه دي والذكاء الاصطناعي بقى بالقوه دي. لو جينا هنا بقى على ادفانتج بلس اودينس ده اللي هو الاستهداف بتاعي، فلو انا دوست هنا على اودينس سجستشن ودوست هنا على اوبشنال، فزي ما انتم شايفين هنا هنلاقي ان انا ابتدى يطلع لي دلوقتي الاستهدافات بتاعتنا اللي هي الديتيلد تارجتنج. فلو انا مثلا بستهدف الناس اللي هم مهتمين، مثلا انا ببيع حاجه خاصه بالقطط والكلاب، فهاجي هنا مثلا اكتب بيتس الحيوانات. وبرده الفيديو بتاع الاستهداف هيفيدك جدا في الحته دي، فهسيبه لك تاني فوق روح شوفه على موضوع الاستهداف ده. ولو انت جيت تدوس على سجستشنز من هنا فيطلع لك مثلا الدوجز، هيطلع لك الكاتس، ده طبعا حاجه متعلقه بالحاجه اللي انت بتبيعها في المتجر بتاعك. بس انا بحب احط الحاجات المتعلقه ببعض كلها هنا، يعني مثلا انا هحط دوجز وبيتس وكاتس، ما احطش معاهم مثلا كات فود. كات فود ده انا ممكن اخليه في مجموعه اعلانيه او اد ست ثانيه لوحدها بحيث اعمل اختبار بقى بين الاثنين. ومهم جدا برضو وانت بتعمل الاختبارات بتاعتك حاول كده تخلي حاجه ما فيهاش اي اهتمامات خالص،
اللي هو انت هتلغي كل ده كده، وده بنسميه برود تارجتنج. ساعات بيجيب نتائج وساعات ما بيجيبش نتائج لو انت الحساب الاعلاني بتاعك جديد، فمهم جدا برضو ان انت تعمل كذا مجموعه اعلانيه وتختبر الموضوع ده. فلو احنا هنا حطينا مثلا دوجز او كاتس، لو انت بتبيع مثلا حاجات خاصه بالحيوانات، في المشط مثلا بتاع الحيوانات ده. وخلي بالك مهم جدا ان انت الاودينس سايز او حجم الجمهور بتاعك ما يقلش عن 500,000. كل ما الرقم ده بتاع حجم الجمهور زاد كل ما كان احسن لي، مش كل ما قل. في ناس بتبتدي تضيق جدا حجم الجمهور، وده بيخنق جدا الاستهداف بتاع ميتا وبيحققلكش النتائج اللي انت عايزها. فكل ما انت سبت الجمهور ده مفتوح كل ما ده ساعد ميتا انها توصل للجمهور او العميل الافضل بالنسبه لك، لان في جمهور كبير ميتا تدور فيه. لكن لو انت خنقتها دوري لي جوه بس الفتحه دي، طب افرض انت جمهورك مش في الفتحه دي، هتجيبه لك منين؟ فده هيعلي سعر النتائج عندك جدا. نفس الكلام برضو الايدج او العمر، بتحدد من هنا العمر بتاعك، عايز مين العمر اللي يشوف الحاجه دي. انت مثلا عارف ان جمهورك ما بين ال 25 او ال 24 مثلا وال 38 على سبيل المثال، فبتحدده من هنا. نفس الكلام هنا انت عارف مثلا ان السيدات هم اللي مهتمين بالحاجه دي مش الرجاله، فبتحددها من هنا. بس دي بتعوز طبعا زي ما قلت اختبارات كتير في الاول. فهنخلي هنا اول، والحاجات اللي انا حددتها لغايه دلوقتي دي هاخدها واحطها فوق في اسم الادسيت. انا مثلا عامل هنا اول اللي هو رجاله وستات وكاتس ودوجز ومن 24 ل 38 سنه. حاجه عايز اقولها لكم ان الادفانتج اودينس بلس دي انت هنا بتدخل الماشين ليرنينج بتاع ميتا بشكل كبير جدا. بمعنى ان انت دلوقتي لو محدد لميتا مثلا من 24 ل 38 وهي حست من اختباراتها ان في حد مثلا 22 ممكن يشتري او حد 42 سنه ممكن يشتري، هتدخله معاك. فلو انت لسه جديد استعمل الادفانتج بلس اودينس. طيب لو انت دلوقتي الشكل القديم، ممكن بعض الناس يلاقوا الشكل القديم عندهم اللي هو لو داسوا هنا على سويتش تو اوريجينال هيلاقوا الشكل القديم بقى خالص اللي احنا كنا بنشوفه زمان، اللي هو ان انت بتيجي بتلاقي هو يعني مفيش الكلكعه الكتيره اللي كانت موجوده ومقسم لك اللوكيشن لوحده والاستهداف لوحده. فده الشكل القديم اللي موجود. هتلاقي برضو عندك هنا بالمناسبه حاجه اسمها كاستم اودينس. كاستم اودينس دي اللي هو الجمهور المخصص بتاعك، وده ممكن يتعمل عليه لوحده فيديو بحاله. هسيب لك بالفعل فيديو فوق للكاستم اودينس واللوكا لايك اودينس تروح تشوفهم بكل بساطه كده. كاستم اودينس ده اللي هو جمهور عارفك بالفعل، جمهور اتعامل معاك، وده اللي احنا بنستعمله في اعاده الاستهداف. حد عمل لايك للبيج، حد شاف فيديوهاتك، حد زار الموقع بتاعك بس ما اشتريش. اللوكا لايك اودينس او الجمهور المشابه اللي هو الناس اللي شبه الجمهور المخصص. انت مثلا عندك 1000 واحد اشتروا منك، طب اللوكا لايك او الجمهور اللي شبههم انت بتقول لميتا هاتيلي الناس اللي شبه الناس اللي اشترت مني دي، او هاتيلي الناس اللي شبه الليدز او الناس اللي بعتوا لي رسائل. فدي بتكون حلوه جدا لو انت عندك ناس هوت او ناس جودتهم عاليه، تقدر ساعتها تعمل لوكا لايك منه. هسيب لك فيديوهين تروح تشوفهم. الخطوه اللي بعد كده معانا هي البليسمنتس، والبليسمنتس دي اللي هي الاماكن اللي بيظهر فيها الاعلان بتاعك. هل مثلا الاعلان ده بيظهر على الفيسبوك، بيظهر على الريلز في الفيسبوك، بيظهر على الريلز في الانستجرام، بيظهر في الستوريز في الانستجرام، ده اللي هو البليسمنت. برضه ممكن يكون عندك الشكل القديم او الشكل الجديد. فلو انت جيت هنا تدوس على ايديت هتلاقي ده الشكل اللي موجود عندنا دلوقتي. في بعض الناس عندها شكل مختلف عن كده. لو انت في حمله سيلز او لو انت في حمله ليدز بنخليها اللي هي الادفانتج بلس زي ما هي، بنسيب الموضوع لمتى هي اللي تحدد. لكن لو انت مثلا عايز تبتدي تشيل حاجه معينه، انت مثلا في دول الخليج ومش عايز مثلا ان الفيسبوك مش عايز الاعلان يظهر على الفيسبوك فبنلغيه من هنا، وتسيب مثلا انستجرام لوحدها وهكذا. ممكن انت مش عايز انستجرام خالص وعايز الفيسبوك، ممكن انت تكون بتعمل حمله اويرنس. لو انت بتعمل حمله اويرنس او اللي هو حمله ان الناس تعرف اكتر عن البيزنس بتاعك وسبت الاودينس نتورك او الماسنجر، دي حملات جودتها قليله جدا، فممكن متى تبتدي توري اعلانك في الاماكن دي، فساعتها هنشيل الاماكن دي خالص. لكن لو انت في حمله سيلز او لو حمله ليدز، ميتا بقت قويه جدا وعارفه انها مفيش حد هيشتري من الاماكن دي، فمش هتوري الاعلان بنسبه كبيره فيها، فساعتها هنسيب الادفانتج بلس شغال. بعد كده هندوس بقى على الاد نفسه عشان نبتدي نعمل الاعلان نفسه اللي الناس بتشوفه. لو انت لقيت البارتنرشيب اد دي شغاله، دي معناها ان انت لو انت بتعمل اعلان بالتعاون مع انفلونسر تاني او كده، فطبعا حاجه زي دي ممكن تكون متفعله بشكل اوتوماتيك عندك، وده مطلع لي ايرور هنا، فانا هلغيه. انا مش بعمل شراكه مع حد. واتاكد ان انت ده ضايف الانستجرام بتاعك زي ما قلنا عشان يطلع لك من هنا لو انت عايز تعمل اعلان على الانستجرام. بننزل تحت شويه بتلاقي فيه هنا حاجه اسمها كرييت اد او
use existing post. دول اللي احنا بنستعملهم في العادي. فلو انت دوست على create ad بنبتدي نعمل اعلان من الصفر في الحساب الاعلاني. لو انت دوست على use existing post هنا انت بتقدر ان انت تختار بوست عندك على الصفحه من هنا، فبيتعمل اعلان زي ما هو. انت مثلا كان عندك بوست انت منزله كان فايرال عليه تفاعل، فبتختاره بتدوس على continue فبينزل اعلان زي ما هو. طيب لو انت بقى عايز تعمل اعلان من الصفر اللي هو بيبقى اسمه دارك بوست، مش لازم الناس اللي عندك على الصفحه بيشوفوه، فبتعمل create ad من هنا. بننزل تحت شويه وبتلاقي برضو عندك هنا حاجتين اللي بنستعملهم في العادي، اللي هو السنجل ايمج اللي هو صوره واحده او فيديو، او كاروسيل. كاروسيل ده اللي هو ان انت بتحط كذا صوره جنب بعض والناس بتبتدي تقلب ما بينهم. فدول اللي احنا في الغالب بنستعملهم. المالتي ادفرتايزر اد دي بنشيلها، وهسيب لك برضو فيديو تاني بيشرحها لك بالتفصيل، بس هي بتطلع الاعلان بتاعك مع اعلانات المنافسين، فبيبقى ساعتها الموضوع ويرد جدا. بننزل تحت بعد كده عندنا ده المكان بقى اللي احنا بنضيف فيه الصوره او الفيديو بتاعنا، فبتيجي هنا تضيف الصوره او الفيديو بتاعك. فلو انت عايز ترفع صوره مثلا عندك على الحساب الاعلاني هتيجي هنا تدوس على ابلود وبتختارها، وبعد كده بتدوس على نيكست. اتاكد انك دايس هنا برضو على اوريجينال، يا اما هتلاقيها مقصوصه زي ما انت شايف هنا كده. فلكن لو انت خليتها اوريجينال هو متى هتملاها باللون المتماشي معاها. وبعد كده بندوس على نيكست هنا وبنيجي لحاجه اسمها اوبتمايز. اوبتمايز دي بقى اللي هو بيحط لك مثلا موسيقى مع الصوره، بيخلي فيه تفاعل اكتر مع الصوره. يستحسن برضو تدوس على اول اوبتمايزيشن عشان يبتدي يحسن لك الصوره، بيظبط الدنيا جدا في الصور بالذات، خصوصا في الاي اي. وحاجه زي الاكسباند ايمج دي لما انت بتكون عندك الصوره مقصوصه، الاكسباند ايمج بتملى الفراغات، بتبقى شكلها برضو لطيف جدا. وبعد كده بتدوس على سيف. على اليمين ده بقى بيكون شكل الاعلان بتاعك في النهايه زي ما انتم شايفين هنا كده، وبيكون في الاماكن المختلفه سواء بقى الفيسبوك سواء انستجرام سواء في البروفايل وحتى في الريل زي ما انتم شايفين. بعد كده بيكون عندك بقى المكان ده، وده اللي بنحط فيه التكست اللي بيظهر فوق في الاعلان، والهيدلاين اللي هو بيظهر مكان الهيدلاين اللي هو عنوان الاعلان، وفي معانا الديسكريبشن اللي تحت اللي هو الوصف اللي تحت ده. التكست او النص الاعلاني ده او في روايه اخرى ده اسمه كوبي رايتنج، وهسيب لك فيديو عن كيفيه احتراف الكوبي رايتنج ده موال لوحده. وبالمناسبه ممكن برضه تستعمل الذكاء الاصطناعي عشان يعمل لك كوبي رايتنج جبار، وفي فيديو تاني برضه عن ازاي تعمل كوبي رايتنج جباره باستخدام الذكاء الاصطناعي هسيبه لك روح شوف. وبحب دايما ابدا التكست ده بالمشكله اللي عند الناس. على سبيل المثال مثلا تعبت من تجميع شعر قطتك، وفرنا لك الحل السحري من فرشاه كات جروم، وبعد كده بقول له المميزات والفوائد اللي هيحصلوا عليها من الفرشه دي، انها مش هتسيب اي شعر متناثر، وان مفيش اي الم خالص للناس اللي عندها حساسيه من شعر القطط. التصميم بتاعها مريح، وبرضه في الاخر سهله التنظيف. وممكن اقول له التوصيل برضه تصلك اينما كنت، وبعد كده بحط ايرجنسي في الاخر او عنصر السرعه، ان في مثلا خصم لفتره محدوده، او ان في عرض دلوقتي خاص بالبلاك فرايداي او برمضان او ايا كان. وبعد كده بقول له اطلبها الان من موقعنا الالكتروني من خلال الضغط على الرابط بالاعلان. لو انت شغال رسائل فبرضه ممكن تقول له اترك لنا رساله عشان نشحنها لك اينما كنت. الهيدلاين ده اللي هو الناس بتشوفه على طول اول ما بيشوفوا الاعلان، ممكن مثلا اكتب فيه وداعا لشعر القطط المتناثر، مشكله واضحه عندهم. الديسكريبشن ده اللي هو بيظهر تحت ما لقيناش فرق واضح قوي على لو احنا حطيناه او لو احنا شلناه، بس ده ممكن نحط فيه تفاصيل زياده. خصم 20% بمناسبه راس السنه مثلا، فبيظهر كده زي ما انتم شايفين. بعد كده ليرن مور ده اللي هو الكول تو اكشن، وده ممكن هنا لو احنا شغالين بيرشيز او لو احنا شغالين حمله سيلز ممكن نحط اوردر ناو او ممكن نحط شوب ناو. لو انت شغال حمله ليدز او عملاء محتملين وعايز الناس تسجل عندك في الموقع ممكن تحط ساين اب. كان معمول ضجه قوي عليها زمان، وانها انت ممكن بقى تعمل سبليت تيست واختبار وتشوف انهي زرار اللي بيحقق نتائج اكبر. الموضوع مش يعني واخد حجم اكبر من حجمه قوي، احنا بنحطها عشان نريح ضميرنا احنا وخلاص. بعد كده بتيجي تحت في الاخر بتحط اللينك الموقع بتاعك اللي الناس هتروح تشتري منه. طبعا انا بوصي جدا ان انت لو بتبيع مثلا منتج زي ده ابعت الناس على المنتج، ما تبعتش الناس على الموقع الرئيسي. لازم يكون دايما في حاجه بنسميها كونجروينسي، او اللي هو بيكون في ماتشنج، او اللي هو بيكون في ان الناس شافت حاجه هتروح على الموقع تلاقي نفس الحاجه. ما تعملش تشتت للناس. لو انت عايز تبعت الناس للموقع الرئيسي خلي مثلا انت بتستعمل فيديو، او اللي هو الحاجات اللي هي الصوره اللي بتكون جايبه كذا منتج، او الفيديو اللي بيكون بيتغير بيجيب لك مثلا كذا تي شيرت وكذا قميص، عشان الناس يبقى عندها تصور اللي هيشوفوا ايه لما يروحوا الموقع. بعد كده هنسمي الاعلان بتاعنا مثلا ده وليكن ايمج كات، وهتحط التاريخ اللي انت نشرت فيه الاعلان وليكن مثلا 2/1/24. ومجرد ما انت بتعمل الاعلان بتدوس بعد كده على بابلش عشان تنشر الاعلان. طيب هل انت هتعمل صوره واحده؟ اكيد لا. هتيجي هنا هتدوس بقى على كويكلي دوبليكيت، وممكن تيجي هنا مثلا تغير النص الاعلاني، ممكن تيجي هنا تقوم دايس على ايديت او تمسح الصوره دي وتحط صوره تانية، ممكن تحط فيديو تاني،
انا بحب ما اكونش مزود عن اكتر من 3 اعلانات شغالين في نفس الوقت جوه المجموعه الاعلانيه الواحده. ممكن تحط مثلا صورتين وفيديو شغالين كده، ال3 اعلانات دول هياخدوا من الميزانيه بتاعه المجموعه الاعلانيه. عشان كده ما بحبش ازود عن 3، لان انت لو خليت كتير قوي شغالين ممكن تلاقي نفسك صارف مثلا $50، لكن كل اعلان من دول صارف له مثلا $1 $2. لكن انت عايز كل اعلان يصرف ثمن المنتج على الاقل من ثمن المنتج لثمنه مره وربع قبل ما تقفل الاعلان ده، عشان تعرف الاعلان ده شغال ولا مش شغال، كويس ولا وحش. وده بتعرفه بعد كده لما انت بتيجي تبص بقى على النتائج اللي عندك دي. ممكن انت تغير من هنا من كولومز، تختار حاجه اسمها performance and clicks، وده هيطلع لك بقى الميزانيه بتاعتك اللي انت حاططها، الاماونت سبنت، او انت صرفت ميزانيه قد ايه لغايه دلوقتي على كل اعلان من دول. وهتلاقي في حاجه اسمها ريزلت او النتائج، وحاجه اسمها كوست بير ريزلت. الكوست بير ريزلت ده اللي هو تكلفه كل نتيجه. انت مثلا بتبيع منتج ب $40 وكوست بير ريزلت مثلا $10، يعني انت صرفت $10 عشان يجي لك $40. كده بقى انت كسبان ولا خسران؟ ده بيتحدد من خلال حاجه اسمها الرواس، العائد على استثمارك او العائد على الانفاق الاعلاني بتاعك. هسيب لك فيديو للرواس تروح تشوفه، وهسيب لك فيديو تاني عن تحليل نتائج حملاتك الاعلانيه لو انت عايز تتعمق اكتر في الموضوع ده. لكن ده بشكل اساسي اللي انت محتاج تعرفه عشان تعمل حمله اعلانيه ناجحه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات اي اسئله موجوده عندك.